دلوقتي احنا المفروض بقى هنشيل ايه، خلي دي كده بجنب. هنشيل بقى هنا ايه، هنشيل كل دي ونحطها على الارض عشان مش هنعرف نتحكم هنا. هنشيل كل المداخل بتاعتنا، مدخل للكهرباء، مدخل كل المداخل دي. هي ماسكة جامد بس عندنا مش عارف في حاجة صد دي بقى عشان يفكها لازم نتك عليها ده بتاع النت الاصفر ده بقى في مكان تحت كده بتتك عليه، هو المكان ده بتتك عليه تشده، استنى بتشده بقى كده، تتك عليه بالراحة بقى. المدخل ده يعني يعتبر اغلى وصلة عندي، دي اغلى وصلة عندي، اغلى وصلة عندي، وكمان اضعف وصلة عندي. يعني الوصلة دي ضعيفة جدا، ممكن تبوظ من جوه. انا عندي كام واحدة باظت قبل كده اوريها لكم، وغالية كمان. دي يعني يعتبر من اغلى الوصلات عندي ب100 جنيه. هتقولي 100 جنيه قليل، بس يعني هي دي اغلى واحدة عندي دلوقتي. 100 جنيه يعني صعب تجيبها اصلا. فيلا عشان نشيل ده بقى كله، حطيناها هنا يا جماعة جنب ده. هنعمل ايه؟ هنركب المروحة في المكان ده. يلا نركبها. يا جماعة في حاجة عاوز اقولكوا عليها، اهم حاجة في المسامير دي انتوا لازم تجيبوا لها طبق او اي حاجة تحط في المسامير دي، عشان لو واحد ضاع يعني مش صعب قوي تجيبه. يعني بص النوع ده هم كلهم بنفس المفك، يعني كل مسامير الكمبيوتر بنفس المفك عادي، يعني حتى تقريبا بتاع كارت الشاشة كمان. استنى، بتاع كارت الشاشة صعب شوية بس برضه ممكن. كل المداخل حتى المداخل بتاعت هنا بتاعت كل المداخل بتبقى نفس المدخل. يعني انا ممكن هنا افك ده، بس طبعا انا مش عاوز افك ولا اعمل اي حاجة في بالذات في المروحة دي، ان ممكن نفكها من المكان ده اصلا. شيل المروحة من المكان ده، شيل دي كده وتقوم واعملها، وانا هبقى افكها بعدين في يوم كده ونعملها تاني. يلا عشان نركب بقى يعني ده مساميرها بيكون مثلا لو واحد ضاع، متفتكرش مثلا انت تاخد واحد من هنا وتركبه هنا في حاجة تانية. يعني مثلا تاخد واحد من الهارد وتركبه في كارت الشاشة، او مثلا تاخد واحد من الهارد وتركبه في البوردة، يعني او تاخد مثلا من كارت الشاشة وتحطه في المعالج. يعني نفس بيحتاج نفس المفك، بس يعني نفس المدخل اللي هو ده، بس مش بيحتاج نفس مش شبه دي، مش شبه اللي هو بص ده تخين شوية، ده تخين قوي، ده عريض قوي، ده يعني تقريبا بتاع المروحة ده اعرض واحد، او هتلاقي فيه اعرض برضك، بس يعني ده كبير قوي يعني. بص فانا هركبه بقى. فاهو يا جماعة، بس في مشكلة عندي دلوقتي، ان انا مش عارف امسك التليفون واركب المسامير وامسك المروحة كده. فانا هضطر بقى ان انا اوقف الفيديو دلوقتي، اركب حتى مسمار واحد وبعدين اكمل. دلوقتي يا جماعة احنا ركبنا اهو مسمار اللي هو، ثانية همسك التاني. ركبنا المسمار اللي هو ده، وركبنا المسمار ده. ناقص بقى نركب اللي هنا ونركب اللي هنا. فانا دلوقتي انا هعرف اقوم مرخل ده كده هنا. معلش يا جماعة، يعني اهم حاجة تك لايك بس وتشتركوا، اهم حاجة بس يعني عشان اعرف اطور شوية في البي سي ده. يعني لما اتشهر شوية حلوين قوي، اعرف بقى يعني اقعد بقى اعمل بقى جامد، واعمل فيديوهات ومحتوى عالي، واعمل فيديوهات بقى، وهعمل بقى كمان ايه وده وعد بقى بجد. يعني لو انت شفت الفيديو ده وعد، واتحداكوا اللي انا مينفعش اعمل الوعد ده. الوعد بقى، الوعد ان هو اللي انا هعمل يعني بعد لو اتشهرت بقى جالي مثلا كام متابع كتير جدا، هعمل لكم بقى هنا في القناة جيفاواي ببلاش بقى، بلاش يعني. وعلى طول بقى يعني كل واحد مثلا 5 في الخمس هختار 5 من المتابعين واعمل لهم بقى، اجيب لهم هدايا بقى وحاجات ببلاش. ماشي. انا مش عارف معايا مشكلة مع المزامير دي
ثانية. ركبنا المسامير يا جماعة، بس طبعا مش للاخر يعني. بص تقدر تتخلخل عادي بس مش قوي يعني. بص اهي، مش مركبها للاخر يعني، بس تتحرك بس مش قوي يعني، مش حرك قوي يعني. مش مركبها للاخر عشان يعني لازم يكون برضك البتاع اللي هي زي دي اللي فوق ديت، بتاع الحديد ديت، لا مش موجودة هنا، عشان كده مش هينفع، ما ينفعش تخش قوي. فانا كده ركبت مروحة هنا. المروحة هنا تعمل ايه يعني؟ مروحة احنا عايزينها تدخل الهواء لجوه. انا هحكي لكم الحوار ده بعدين. اللي احنا عاوزينه احنا ندخل الهواء وتقوم مطلعها من الناحية التانية. تقولي ازاي؟ بص هفهملكم هنركب كل حاجة.